السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل دبابيس الفراخ مشويه بدون فرن، وزي ما انتم شايفين كده هنعملها بدبس الرمان بتتبيله مميزه وحلوه قوي. وقبل ما نبدا وصفتنا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا وصفة. اول حاجه هعملها هجهز التتبيله بتاعه دبابيس الفراخ. زي ما انتم شايفين كده هحط بصل بودر وتوم بودر وكمون وبابريكا وفلفل اسود وملح وعلبة زبادي وثلاث معالق كبار من الزيت وثلاث معالق كبار من دبس الرمان، وبعدين هقلبهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي انا معايا كيلو من الدبابيس زي ما انتم شايفين كده، انا مفتحيه عامله فيها فتحات عشان تتشرب من التتبيله، وبعدين هنزل فيهم بالتتبيله وهقلبهم كويس، وبعدين هسيبهم في التلاجة لمدة اقل حاجة 4 ساعات. ودلوقتي هجيب طاسة هحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة زي ما انتم شايفين كده، ولما تبدأ تسيح هبدأ انزل بدبابيس الفراخ وهديهم صدمة. هسيبهم لمدة دقيقتين او 3 دقايق من غير ما اقلبهم خالص، وبعدين زي ما انتم شايفين كده خدت لون جميل ما شاء الله. هقلبها على الناحية التانية، ودلوقتي خلاص برضو على الناحية التانية خدت اللون الحلو اللي انا عايزاه. دلوقتي هنزل بباقي التتبيلة عليها وهغطيها واسيبها على نار هادية لمدة ربع ساعة. وده شكلها بعد ما استوت ما شاء الله جميل جدا. بتعرفوا انها استوت بتلاقوا اللحم فصل عن العظم بقى بعيد عنه. ودلوقتي انا هقدمه في طبق زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله شكلها جميل جدا ومش تاخد وقت منك خالص. وممكن تقدميها مع رز ابيض او رز بشعريه عادي او عيش وطحينه او رز بسمتي. وكده وصفه النهارده خلصت. يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.